السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، بالنسبة للناس اللي بتشتكي من الغسالة دي اللي هي بابها من فوق ديت، وبيقولوا ان هي ما بتنضفش او بتغسل بسرعة او الدورة بتاعتها ما بتكملش حاجة، لا بالعكس، الغسالة دي جميلة جدا. اقسم بالله عندي بقالها دلوقتي 12 سنة وانا ما اقدرش ان انا استغنى عنها. لو انت مثلا هشرح لكم مرحلة مرحلة انا بستخدمها ازاي والغسيل بيطلع منها زي الفل. اول حاجة، لو انت عندك مثلا عباية سودا، هدوم خفيفة او حاجة مش مستاهلة ان انت تسيبيها في الغسالة فترة طويلة، هتدوسي اول حاجة تشغيل اللي هي دي اهو. ماشي، انت اول ما تدوسي تشغيل الثلاث زراير دول كده هينوروا معاكي. ماشي، لا انا مش عايزة اشطف دلوقتي ولا عايزة العصر دلوقتي، هروح دايسة هنا هتلاقي دول هيطفوا معاكي اهو. هشغل غسيل على 12 دقيقة اهو. عندك مثلا انت عبايتين، اسدالات، حاجات خفيفة مش عايزة تملي المية للاخر اهو. ده مستوى المية الاولاني اهو، ده انت بتتحكمي فيه براحتك اهو. عايزة تاني ترجعي مثلا عايزة مية قليلة اهو، ادي اول مستوى. ده التحكم في المية ده بايدك انت حسب كمية الغسيل اللي في الغسالة. مثلا انت عايزة شوية صفو صغيرين عندك وعايزة تشطفي عباية، لا هو مستوى المية الاولاني ده، هم دول الشوية القليلين دول هيغسلوا لك عباية عبايتين حسب ما انت عايزة. مش عايزه مثلا تعيدي عليها الغسيل، هي مش وسخه او نضيفه او حاجه اهو، يا دوب هتشطفي شطف على واحد وشطف مره واحده بس وعصر على واحد. دي مش هتكمل معاكي ربع ساعه لو هي حاجات انت مستعجله عليها. ماشي، دي كده اول مرحله فيها. تاني مرحله مثلا هتدوسي اهو. انا طفيت من اول وجديد. عندي بقى غسيل ابيض وعندي مثلا ابيض كتير، هروح دايسه تشغيل اهي، نورت برضو التلاتة دول هينوروا معايا. اعمل بقى قبل ما ادوس هنا؟ بس لا، اجيب دورة غسيل تقيل دي اهي، هتلاقي التلاتة دول نوروا معايا. اروح دايسه هنا برضو واجيب غسيل على 12 بقى، برضو مستوى الميه انا قلتلك انت ده تتحكمي فيه براحتك. ماشي، دي هتروحي دايسه ستارت، هتجيب لك هتخلص غسيل على 12 دقيقه وتقف، مش هتعصر ولا هتشطف، حسب ما انت عايزه بقى. هتسيبيه طول النهار، هتسيبيه 5 ساعات 6 ساعات، ممكن مثلا كل نص ساعه كل ساعه تروحي مشغله نفس الكلام ده تاني. هتشغلي 12 بس برضو هتلغوا دول لو انت عايزه الغسيل طول النهار في قلب الغساله. ماشي، انا بقى بجيب من الصبانه مثلا اريال حسب ما انت بتستهلكي فيه بقى. في الصبانه للغسيل الابيض بالذات والفواتح زهره بيضاء، حاجه اسمها الزهره البيضاء. انا بجيب ابو 5 جنيه دوت اهو، بيكفيني غسلتين 3 4 اهو، مع الكيس الاريال. وحاجه تاني برضو بتخلي الغسيل الابيض ده زي الفل، اللي هو الكلوروكس البودر ده جميل جدا للغسيل الابيض وللالوان. يعني بلاش الكلور اصلا بيضيع معالم الهدوم، ده تحفه بصراحه. الكيس ده ب5 جنيه، بفضيه في قلب الغساله مع كيس الاريال وحبه زهره بيضه والبرسيل الجل، وبسيب الابيض فيها طول النهار، ان كان ابيض بقى وفوط معاه والفواتح ملايات الحاجات دي بسيبها طول النهار. انت مثلا خارجه وهتفضل الغساله بس على غسيل بس طول النهار، لا انا ممكن اعمل بقى؟ هلغي اللي هي غسيل بس دي وهدوس اهو. انا طفيتها، هشغل تاني اهو. كلمه الدوره دي همشي بيها كده اهو لغايه ما اجي على كلمه نقع. نقع دي بقى بتديني من اول اهي، شايفه كلمه ضبط مسبق دي عدد الساعات بيديكي انت عايزه تنقعي الغسيل قد ايه. انت ممكن مثلا تشغلي على الغسيل من بالليل وتقومي الصبح تلاقي الغسيل معصور ومشطوف وكل حاجه. اهي عندك بدايه من اول 3 ساعات نقع اهو، 5 6 7 اهو، زي ما انت عايزه لغايه 12 ساعه. هي بقى 12 ساعه هتحطي المسحوق بتاعك وهتحطي كل الحاجات اللي انت بتستخدميها، وهي هيبقوا كده الثلاثه دول منورين. بعد ما هتدوسي ستارت مش هتقدري ان انت بقى في المرحله دي تغيري اي حاجه. انت خلاص اديتيها البرنامج بتاعها ان هي هتتنقع، الغسيل هيفضل فيها 12 ساعه. ساعات النقع دي انت اللي بتتحكمي فيها براحتك. هتقعد بقى هي هتغسل مع نفسها كل ساعتين وتبطل، هتغسل كل ساعه وتبطل، فهتفضل طول ال 12 ساعه او ال9 او ال7 حسب ما انت ظبطتي البرنامج بتاعها بس. والغسيل هتقومي الصبح مثلا انت شغلتي عليه من بالليل، هتقومي الصبح تلاقيه الغسيل معصور ومشطوف وزي الفل. دي تاني مرحله في قلب الغسال. هندوس ده لو انت عايزه تنقعي. مش عايزه تنقعي مثلا وعايزه الغسيل 3 4 ساعات بس، هنطفي تاني اهو، هنشغل تاني اهو. انا بشرح لكم مرحله مرحله لان في ناس كتير بتشتكي منها. لا، الغساله جميله جدا اهو. انا برضو اهو شغلت تاني،
انا عايزه بقى ايه برضو، اهم حاجه شغلي دوره غسيل تقيل دي اهي، دي اول حاجه تيجي بيها ايه بالسهم بيها ده خلاص. وهتروحي دايسه هنا برضو اهو، اهو 12 دقيقه كده هتغسل، ولا هتشطف ولا هتعصر حسب ما انت عايزه بقى. لقيتي الغسيل معاكي نضيف وخلاص مش مستاهله ان انت تسيبيه مثلا اكتر من 3 4 ساعات، تروحي ايه مشغله بقى ايه الشطف والعصر. بس ادي كل المشكله، ان الناس بتقول ان هي ما بتنضفش، لا بالعكس والله جميله جدا، بغسل فيها الحوضات وبغسل فيها كل حاجه، وبتخلي الغسيل عندي زي الفل. ويا رب اكون انا فدتكم بالفيديو ده، لان انا قابلت ناس كتير بصراحه اللي يقولي لا دي مش حلوه، وفي ناس بتجيبها وبتبيعها وهي لسه جديده. لا، وساعات لما بكون عايزه استعمل ميه سخنه، انا مثلا مش عامله لها الوصله بتاعه الميه السخنه، باخد الخرطوم بتاع الدش بتاع السخان وبملاها ميه سخنه. انت عامله لها عندك اهو مستوى الميه السخنه اهو، ده اللي هو السخن اللي هي العلامه اللي فوق دي اهي. بس مش عايزه ميه سخنه عادي، اشتغلي بميه ساقعه عاديه. وجربي كده وشوفي اتفرجي على الفيديو للاخر وهيفيدك جدا. ويا رب اكون انا ايه افدتكم بالموضوع الغساله ده، لان بصراحه انا شايفه ان هي كويسه جدا. والسلام عليكم.